إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد اختار الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا كالنجوم صحبوه عليه الصلاة والسلام، وأقام الله تعالى بهم الدين مع نبينا عليه الصلاة والسلام. واختار الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم زوجات صالحات تقيات كن حملة للعلم ومبلغات مع النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث، وكانت منهن عالمات تقيات. ولقد تكلمنا سابقا عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة، وهي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أم المؤمنين سودة بنت زمعة، ثم تزوج الثالثة بعد ذلك وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. أقبل إليه عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلي عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم ذكر رجالا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويصرح أنه صلى الله عليه وسلم يحبها. ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها ونشأت بين أبوين كريمين مسلمين، فأمها أم رومان وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهي الصديقة بنت الصديق. ولما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وكانت قد خطبت قبل ذلك. ولا تعجب، فإن الناس في السابق كانوا يتزوجون في سن مبكرة، يزوجون سواء النساء أو الرجال، ولعل هذا موجود اليوم. فتجد في بعض البلدان تخطب الفتاة وربما هي لا تزال في 13 من عمرها، ثم تزوج ربما في 13 أو 14، فربما لا يصل عمرها إلى 20 إلا وعندها ربما ولدان أو 3. وهذا موجود، وأعلم أن بعضكم ربما يتصور الآن في ذهنه بعض النساء على مثل هذا. وربما لو تسأل جدتك أو ربما أمك عن السن الذي تزوجت فيه لتجد أنها تزوجت خطبت ربما وعمرها في 9 أو 10، ثم دخل بها وهي في 12 أو 13 من عمرها. فليس هناك تحديد محدد في الشريعة لمثل هذا الزواج أو لهذا السن الذي تتزوج فيه الفتاة. لذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكانت قد خطبت قبل أن يخطبها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو راغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني قد ذكرها لي المطعم بن عدي، خطبها لابنه، ولا أحب أن أخلف وعدا، فسأذهب لأستأذنه. يعني لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت مخطوبة من قبل. فلما أقبل إلى المطعم بن عدي دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليه وقال: إنك كنت قد ذكرت لي ابنك أنه يخطب ابنتي عائشة، فهل لا تزال تريد؟ أنت ذكرت لي ثم سكت، هل لا تزال تريد؟ فقال المطعم: انظر إلى هذا، وأشار إلى زوجته. فقالت الأم أم الشاب قالت: إني أخشى إن زوجناك إياه، إن زوجنا ابنتك منه، أن تضله وأن تدخله في دينك. فلما رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه مثل هذا الرد قال: إذن لا زواج، وخرج من عندهم وعقد للنبي عليه الصلاة والسلام عليها، وكان هذا أعظم شرف نالته رضي الله عنها. ثم دخل بها صلى الله عليه وسلم وهي ما بين 9 و10 من عمرها. وكان مثل هذا الحال، أعني الزواج في مثل هذا السن، هو أمر عادي عندهم.
فلو سألت أي واحد في ذلك الزمان متى تزوجت امرأتك لرأيت أنهم يتزوجون في مثل هذا السن أصلا، ولم يكن هذا الأمر غريبا في ذلك الزمان. فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم الرفيقة لدربه صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت عابدة عالمة، وهي من أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 5: أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس، ثم عائشة، هي الخامسة في الترتيب. وكانت قد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام 2210 أحاديث، وقد روى البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح منها كثير. وكانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته في المدينة، وربما خرج بها عليه الصلاة والسلام معه في بعض أسفاره. وكانت عالمة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحتى في حياته. أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، قالت: يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الفرصة يعني قطعة من القطن، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت المرأة: يا رسول الله كيف أتطهر؟ فخجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد حياء من العذراء في خدرها، استحى أن يشرح لها أمرا خاصا بالنساء، فقال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ تقول عائشة: فستر وجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فأخذتها وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، يعني قد جعلت تصف لها كيف تجعل هذه الفرصة من المسك، كيف تجعلها على موضع كذا وكذا. وقالت عائشة يوما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله إن كنت لأظن لما سمعت قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن ذلك كانت ذكية لماحة، إذا سمعت الشيء افترضت سؤالا صحيحا مقنعا. كيف تقول يا رسول الله من نوقش الحساب عذب، والله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلكم العرض، يعني يا عائشة الحساب اليسير أن تعرض الأعمال عليه، فعلت كذا وكذا وكذا فقط دون أن يناقش، إنما ذلكم العرض. لكن من نوقش الحساب، من قيل لما فعلت كذا وكيف فعلت كذا ومتى فعلت كذا، لكن من نوقش الحساب عذب. وسألت النبي عليه الصلاة والسلام يوما قالت: يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ اسمع إلى أسئلتها. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على علمها وفقهها حتى في سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام. وسألته يوما: يا رسول الله أرأيت إن مررت على المقابر ما أقول؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر الحديث. هذه الأسئلة أيها المسلمون نفعتها حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تجعل الستر على بابها، ويأتي طلاب الحديث من وراء الستر يستفتونها ويسألونها. سمع ابن عمر يوما من أبي هريرة أنه يحدث: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقال له عبد الله بن عمر: من أين جئت بهذا الحديث؟ أنت ما سمعت إلا ما نسمع، من أين جئت بهذا الحديث؟ قال: والله لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر لإنسان عنده: امضي واسأل عائشة، امضي واسأل عائشة، مع توافر الصحابة في ذلك الوقت. قال: امضي واسأل عائشة عن هذا الحديث. فمضى وسأل عائشة عنه، فقالت: نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرسول إلى ابن عمر وأخبره، كان ابن عمر معه حصيات جعلها في يده منشغلا بالأمر، فلما جاء وقال: نعم، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، رمى بالحصوات وقال: كم فرطنا، كم ضيعنا من قراريط. وكان ابن عمر يفتي الناس في الحج
أن المرأة إذا لبست الخف تقطعه حتى يكون كالحذاء. فلما سمعت عائشة بالفتوى قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نلبس الخفاف ولم يكن يأمرنا بقطعها. فرجع ابن عمر عن فتواه إلى غير ذلك من الفتاوى، حتى بعد قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الإمام في التفسير وفي القرآن، كانت عائشة رضي الله تعالى عنه ربما استدركت عليه بعض ذلك. وكانت رضي الله تعالى عنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى عند وفاته، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ معه مرض الموت في يوم جمعة، ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه في يوم الاثنين من الأسبوع الذي يليه، يعني ليس الاثنين الأول الذي بعد الجمعة بل الاثنين الذي بعده، يعني لبث صلى الله عليه وسلم مريضا قرابة 10 أيام. وكان في كل يوم يسأل أين أنا اليوم، وذلك أنه مع مرضه كان ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى بيوت نسائه للعدل بينهن في المبيت، فكان يسأل مع شدة شوقه أن يكون عند عائشة، يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، فعلمت نساؤه أنه يريد أن يكون عندها، فأذن له صلى الله عليه وسلم فكان عندها. ودخل يوما عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سواك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فعرفت عائشة من نظرات عينيه أنه صلى الله عليه وسلم يريد السواك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مع شدة المرض الحمى يستطيع أن ينطق، فقالت تريده، فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك ثم قلبته إلى الجهة الأخرى ولينته للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما لينته وصلحت شعرات السواك أعطته النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فاستاك به استياكا جيدا. قالت فقبل وفاته عليه الصلاة والسلام خالط ريقي ريقه صلوات الله عليه، ولما بدأ به عليه الصلاة والسلام، لما بدأ به استخراج روحه الشريفة، رفعته عائشة حتى جعلته على صدرها، تقول فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، السحر هو عند العنق والنحر هو في أسفل الصدر، قالت توفي وهو بين سحري ونحري، وجعل يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فقالت صلى الله عليك يا رسول الله تختار الله ولا تختارنا، نعم وما عند الله خير وأبقى. هذه هي زوجة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول الطيبات للطيبين، فلا يمكن أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأطيب والأشرف والأحسن والأعبد والأجمل والأكرم، لا يمكن أن يقر الله تعالى معه إلا امرأة طيبة. الطيبات للطيبين، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام أطيب الخلق كلهم فلا يختار الله تعالى له إلا أطيب الزوجات. فإذا ذكرت زوجاته فاعلم أن الله تعالى اختارهن له اختيارا، وقال الله جل وعلا فيهن ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. صلاة عائشة ليلة واحدة هي بصلاة ليلتين، أجرها مضاعف مرتين، وصلاتها للضحى يوما واحدا هي كيومين. وما صامته من رمضانات إن كانت 20 رمضان أو 40 رمضان أو غير ذلك فإن الله تعالى يجعلها لها مرتين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكانت رضي الله تعالى عنها هي أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء، وإذا حب الله تعالى قوما ابتلاهم، فابتليت رضي الله تعالى عنها بقصة الإفك، وهي أعظم ما تتهم به المرأة أن ترمى في عرضها، خاصة إذا كانت طيبة بنت رجل طيب صديق وتزوجت سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ثم ترمى بما رميت به، ومع ذلك صبرت واحتسبت حتى أنزل الله تعالى براءتها في آيات نتلوها في أول سورة النور إلى قيام الساعة. نسأل الله تعالى
أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن زوجاته أمهات المؤمنين، ويجمعنا بالمؤمنين في جناته. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لم تكن عائشة رضي الله تعالى عنها تعتمد فقط في نجاتها بين يدي الله على أنها زوجة سيد البشر والأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت مع ذلك عابدة قانتة. أقبل إليها بعض الصحابة يريد أن يسألها عن شيء، فقيل له هي تصلي الضحى، فقال أقعد أنتظرها، فقالت له الجارية هيهات، يعني سوف تطيل صلاتها، هيهات، بل اذهب ثم ارجع إلينا بعد ذلك، لما يرون من طول صلاتها وحسنها. وقال بعض الصحابة أقبلت لأسألها عن شيء فإذا هي تصلي الليل، قال فقالت لي الجارية إنها تصلي، قال فسمعتها بعض تلاوتها تقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قال فذهبت ثم رجعت وإذا هي لا تزال تتلو هذه الآية تفكرا فيها. وأرسل إليها معاوية رضي الله عنه، أرسل إليها من الشام ب100,000 درهم هدية لها، فقالت يرحم الله معاوية، أما كان يجد في صويحباتي من يرسل إليه هذا بدل أن يكلفني. عدت أن وصول المال إليها وهو هدية أنه نوع من التكليف، ثم قالت يا جارية أعطيني ثوبا خلقا، فأجاءت إليها بثوب فجعلت تشق منه وتجعله خرقا، تأخذ من المال وتضعه من الكيس وتقول ابعثي بها إلى آل فلان فإنهم أيتام، وابعثي بها إلى آل فلان فإن فيهم كذا، وابعثي بها إلى آل فلان. تقول ففي جلسة واحدة والله ما غابت عليها الشمس إلا وقد فرقتها. فقالت لها الجارية لما غابت الشمس، قالت أعطيني فطوري، وقد كانت صائمة، فأحضرت لها فطورها من تمر وما شابه، ثم قالت الجارية لو أبقيت لنا شيئا من المال نشتري به لحما، فقالت عائشة لها لو ذكرتني لفعلت، يعني نسيت نفسي لما رأيت المال وذكرت الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، نسيت نفسي، ولم تقل سأمسك لنفسي وأشتري وأفعل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي زوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهي زوجته أيضا في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم واحفظ جنودنا على الحدود، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم وكن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم واجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم. اللهم وكن لأهلنا في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك،
وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.